النهارده عندنا فيديو جميل أوي ازاي انت ما عندكيش التتبيله دي منجزه وبتعمل حاجات كتير. تتبيله السمك، البتنجان، مخلل. يلا تعالي نشوف هنعمل ايه. معانا فلفل ومعانا عصير ليمون ومعانا طماطم ومعانا التوابل، ويلا بينا نضربهم في الخلاط ونحط خل ونحط زيت وكل ده وثوم كمان، وهنضربهم في الخلاط او في الكبه. وتعالي بقى نعمل التتبيله الحلوه الروعه اللي ما تخلاش في البيت ابدا، تنفعك في وقت الزنقات. تتبيله السمك لتتبيله البتنجان المخلل كده. تعالوا عندنا شويه كيلو بتنجان مخلل هنسلقهم وهنوريكم بقى ازاي هنتبل بيهم البتنجان المخلل. روعه 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 وجميله ومنجزه وسهله قوي. ولو كملتي معايا لحد كده تكتبي لي كومنت حلو وتدوسي لي لايك كده وشجعيني باللايك، عشان اللايك ده هو اللي يخليني اعمل فيديوهات كتير. وتابعيني على صفحة البيت جيالة سيما على الفيسبوك وعلى اليوتيوب كمان يا ست، وتشاركيني عشان يوصلك مننا كل جديد. ويلا بينا بقى على الجمال والحلاوة. شايفين البتنجان الروعة روعة 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 اهو. طلعته من المية، انا بسلقه. بجيب شويه ميه وبجيب شويه ملح وخل ومعلقه سكر ومعلقه ملح وايه تاني يا رب، واسيبه يغلي على النار يستوي يعني. وبعدين ما يستوي البتنجانه ما تبقاش مهريه، تكون ماسكه نفسها حلوه كده بنت حلال. ويلا بينا بقى نخلي البتنجان المخلل. انا مش مصارعه لكم المقطع ولا حاجه، بس انا حبيت ان هو ايه يعني شوفوا معايا انا بعمل ايه. على فكره الفيديو ده هينزل لكم تخليل بتنجان. حبيت ان انا ادمن لكم الفيديو مع بعض عشان تشوفوا التتبيله قد ايه بتنفع ومنجزه تنجز في اي وقت. فاكرين تتبيله السمك اللي انا عملتها، الاسماك اللي انا عملتها؟ شايفين الجمال؟ حلوه قوي. خدت منها معلقتين او 3 معالق، خدت منها 3 معالق جميله وشويه في طبقه كده 3 معالق حلوين. وتعالوا بقى نحط التوابل بتاعتنا. احنا حاطين عليها توابل، بس انا هعصر عليها ليمون. هي معصوره عليها ليمون، هعصر عليها ليمون وهعصر وشويه خل. واعذروني على الناس اللي بتعدي دي، واعصر عليها ليمونه كمان. انا بحب الليمون كتير في البتنجان بخل، بحس ان هو كده بيدي البتنجانه ايه حمران حلو. ويلا بينا هنحط بقى شطه وهنحط كمون وهنحط ملح. كل الحاجات دي احنا حطيناها على التتبيله، بس انا بحب ان انا ازود تاني حاجات لا تذكر يعني. تمام، ده شطه، لا كمون معلش يلا. وده ملح. وابدا بقى اقلب التتبيله الروعه دي. جميله. انا بحط حاجات لا تذكر يعني، مش بحط بكميه كبيره. وهنجيب بقى 3 معالق ميه من ميه البتنجان اللي انا سلقت بيها احطها. شايفين الميه اللي انا سلقت بيها؟ اخد منها 3 معالق يا دوبك على التتبيله الحلوه دي وهقلبها. ويلا بقى نبدا نخلي بتنجان العسل، بتنجان العروس اهو. ابدا افتح البتنجانيه وهتبله. نزق الطبق كده وتعالى بقى نحط الطبق. يلا ونبدا بقى ايه. على فكره بتنجان سخن نار، بس انا حبيت ان انا اعمل الاكل عشان انا بحضر الغدا والكلام ده. وبعمل لكم فيديو عن فيديو بطاطس بالفراخ جميل هينزل لكم قريب. ويا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وربنا يديمكم في حياتي. وشكرا للناس الكتير اللي اتضمت على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. ويا رب يا رب يا رب يخليكم ليا واكمل بكم المشوار واحقق الحلم اللي انا نفسي فيه. دلوقتي اهو ورصصت البتنجان وهبدا ايه هخلله. كل ما تشجعوني انا هعمل لكم فيديوهات، كل ما تكتبوا لي لايكات، تعملوا لي تدوسوا لي لايكات وتكتبوا لي كومنت وكده، انا هعمل لكم كل حاجه. انتوا حبايبي وربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي. ويا رب يا رب يا رب يخليكم ليا. يلا هنبدا بقى ايه نتبل البتنجان. شايفين الجمال والحلاوه؟ بس والله الاضاءه هي اللي مظلمه شويه البتنجان. التتبيله روعه جميله وحلوه ومنجزه يا خرابي. عارفين لما خلصت عندي لا مش هينفع، انا لازم اعملها.
بتنفعني ومنجزة جدا. يعني وقت ما تخليل السمك والوقت مش مساعدني اطلع على طول واعمل، مش لسه اطلع والفلفل واضرب واعمل قصة الحاجة موجودة في البيت بركة. شايفين البتنجان المخلل؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد، واستنوني الفيديو اللي جاي. مع السلامة، باي باي، هتوحشوني.